الأكل الحرش بطعم البيت المصري. فوقش بن السيد أول من أبدع فكرة الطواجن جوه مصر. أقوى طاجن لحمة ببصل في مصر بفضل الله. اللحمة الملبسة بقى كده بتاعت الأكيلة، شايفها ما أكل غير الأكيلة. ودي كانت أول تجربة ليا أجرب فيها مطعم فوقش بن السيد، وهجرب النهاردة من أول الملوخية اللي عرقها واصل بطشة الملوخية المميزة اللي شدتني من أول الشارع، خصوصا إن المطعم بقاله فوق ال 25 سنة تقريبا. والفيديو ده بعنوان الأكيلة، فلو أنت مش أكيل فصدقني هتتعب معايا. أما بالنسبة للصاج الفراخ اللي أنت شايفه قدامك ده مش صاج فراخ عادي، لأن ده صاج بطاطس بالخلطة مع تتبيلة الفراخ. وأنا اللي عايز أقولك إن كان طعمها نفس طعم الأكل الأم المصرية في البيت. ولك أن تتخيل يا عزيزي إن فوقش بيستخدم لحمة بلدي صافي 100%، وده اللي شفته بعيني وهتشوفه بعينك لما تروح هناك. وعايزك تخش لي على الكبده البلدي، فانا دي اللي كنت عايز اقولها اكاد من كتر فرط الجمال واذوق. تشويحتها وتوابلها كانت في الفانتاستيك يا عزيزي. اقول عليك ايه بس يا فوقش واحنا صايمين. وبالنسبه للصيام في رمضان كريم، واما عن فوقش فهو اجازه اول 3 ايام، فانا عايزك بقى تبلع ريقك